باك حسن قال. يخرب بيت كده، انا مش قادر امسك نفسي بجد. ده انت اتدمرت. اكيد الوقعه دي اللي جابتك دلوقتي، مش كده؟ لا يا زفت، مش هي دي الوقعه اللي جابت لي ارتجاج في المخ للمره اللي مش عارف عددها. انا بقيت حاسس ان المخ بقى عامل زي كرة البينج بونج، اي مضرب بيخبطه على طول. يعني الحادثه دي عدت على خير، بصرف النظر عن شعري اللي فضل مفلفل ومرفوع لي فوق لاسبوعين كاملين بسبب الصاعقه، وحوالين عينيا اللي بقى مهبب، ومنظري بقى اللي يفطس بالضحك. بس الحمد لله عدت على خير. بس العقارب دول مش سايبين ليا فرصه ارتاح. ايه تاني؟ عملوا فيك ايه تاني؟ تاني يوم ايه بس، وربنا في نفس اليوم. في نفس اليوم؟ دول جبابره، يخرب بيت كده. عمل فيك ايه تاني المره دي؟ ها، هتصلح كرامه البلد بحالها ولا؟ لا يا اخويا، هطبخ. ايه؟ هطبخ. بعد ما خلص طبيب الوحده من عمل اللازم في حاله عمر، رجع اخيرا للبيت هو وعاصم. فمحمود قال: اتاخرت كده ليه يا ابو نسب؟ ده احنا مستنيينك من مده. معلش يا اخويا، اصل عظمي كان وجعني، فقلت اقعد في الشمس شويه اتشمس جنب الكتاكيت. فرد محمد: طب ما قلتش ليه انك عايز تتشمس؟ كنا هناخدك كده حته جميله تشمس فيها براحتك. كمل هيثم: بعدين بقى، المهم تعالى يلا عشان نلحق نخلص. تلحقوا تخلصوا على مين؟ خلصوا عليا؟ فرد هاشم: دمك خفيف قوي مناسب، والله العظيم دمك شربات. قصدنا نلحق نخلص قبل الماتش ما يبدا. هو لسه ما بدأش. لا، اتأجل الساعة 9 بالليل. يلا بقى كل واحد يلحق يعمل حاجة. فرد محمود: أنا ومحمد هنظبط الكهرباء. فرد عمر: يا رب سلك هريان كده يقفشكم ويحضنكم لما تنشفوا من كتر الكهرباء. فكمل هيثم: وأنا وهاشم هنظبط الوصلة. أشوفكم وأهيم فوق السطوح متعلقين على شجرة اللي قدام البيت. كمل علي: وأنا وعاصم هنظبط النت عشان هنسمع الوصلة. طيب ربنا معاكم، اروح انا اوضتي بقى، عن اذنكم. لا، اوضتك ايه يا ابو نسب؟ انت هتتفرج معانا على الماتش وعشان كده لازم تشارك معانا في الشغل. ايه يا استاذ محمود، يعني انت عايزني اعمل ايه؟ يعني اخدت كهرباء كتير هتوصلي بالسلك واشحن انا كهربة البيت كله؟ لا فعلا، هو انت دمك خفيف. لا، احنا عايزين منك حاجه بسيطه خالص، عايزينك بس تعملنا شويه فشار يتسلى بيهم وقت الماتش. طب ما فرج يعملهم يا استاذ محمد. فكمل هيثم: فرج راح يشتري شويه طلبات عشان بابا وهمس جايين مزرعه بكره. هنتكلم في ميعاد الخطوبه، مش كده؟ فكمل هاشم: لا لسه بكره، يحيينا ويحييك ربنا. فكمل علي: يلا بقى ابو نسب، عايزين نلحق الماتش. ماشي، بس هو المطبخ فين؟ فرد محمود: اخر الطرقه شمال، هتلاقي زيت وحلل وذره الفشار والنكهات بقى كلها موجوده على رخامه المطبخ. ماشي. راح عمر للمطبخ وحط الزيت في الحلة، ولع البوتاجاز، جه يحط الذرة في الحلة، ولعت أكتر ومسكت فيه. العودة يا باهولة! سمع عاصم أصوات صريخ عمر، والكل ابتدى يجري للمطبخ. لقوا عمر فعلا بيولع. اقفل الأنبوبة بسرعة يا علي ولا البيت هيولع. فكمل عاصم: هو ده اللي فرق معاكم يا أخويا؟ وعمر اللي بيولع ده عادي؟ يا أختي حد يجيب طفاية الحريق. فرد محمد: الطفايه مش شغاله، هات بطانيه يا هيثم. خرج هيثم المطبخ عشان يجيب بطانيه، بس هنا بقى الموضوع كان يشتد اكتر. فرد عاصم: يا لهوي، ده قبل ما يجي يكون عمر اتفحم. فكمل علي: طب بقول لكم ايه، انا عندي فكره، لان رميه من الشباك في البسين. فكره حلوه. زقوا عاصم برجليه، وقع من الشباك، فقعد يصرخ عمر. بص الخمسه لبعضيهم، وهنا عاصم سأل سؤال مهم جدا: هو صوت الميه ما ظهرش ليه؟ امال فين تش؟ فكمل محمود: غالبا البسين الناحية التانية. فكمل محمد: تقريبا. وهنا رد هاشم: ده مش تقريبا، ده أكيد. فكمل عاصم: يا لهوي عمر. فكمل علي: عمر ايه بقى، والله يرحمه. باك: سوري يا عمر، بس مش قادر امسك نفسي من الضحك. لا بجد ما شفتش حد فقري كده خالص، ده انت ليك حق تقعد في المستشفى سنة. بس مش هي دي الحادثة اللي جابتني المستشفى هنا. يا لهوي، هو لسه في حوادث تانية؟ ايوه يا اخويا، اشمت فيا، اشمت يا كمان اتبسط. حادثة ايه تاني؟ هيخلوك تطير المرة الجاية ولا ايه؟ بالظبط كده. نهارك مش فايت، انت اتهبلت يا عمر، تطير ازاي؟ هو انت فاكر نفسك يا ماما ولا ايه؟ ما طرتش بمزاجي، هما ركبوا لك جناحات وزقوك بالبلكونة؟ اهي سألتك دي اللي بتقفلني منك. يا عم مش سائلة، بس مش فاهم طرت ازاي؟ هقولك: اصل انا بعد ما وقعت الوقعة السودة دي ودوني المستشفى،
وبعد كل دوت بدأ عمر يستعيد وعيه وحاسس بالألم جامد جدا في جميع أنحاء جسمه. يا أمي انت فين يا فسأل عاصم سؤال. نانسي؟ مين نانسي؟ عجرم؟ أكيد عجرم صح؟ لا، نانسي هاني مامتي اسمها نانسي. هي الحاجة اسمها نانسي؟ أيوة يا أخويا الله يرحمها. انت بتعمل ايه هنا يا حيوان بعد اللي انت عملته فيا؟ حيوان؟ والله كنت عارف ان مش هيطمر فيك حاجة. بتشتمني بدل ما تشكرني. اشكرك على ايه يا منيل؟ على انك خطفتني من الدور الثالث وانا بولع. الحق عليا، انا كنت عايزه اطفيك بسرعه قبل ما تتفحم. قلت ارميك في البسين ورميتني يا اخويا في البسين. ما انا نسيت ان البسين الناحيه التانية، وبعدين ما انت الحمد لله وقعت على التندة ما حصلكش اي حاجه. ايوه وقعت على التندة وفضلت اتقلب في الارض زي الجربان عشان اطفي نفسي. مش طفيت نفسك الحمد لله ورجعت لنا بالسلامه. يا ريتني ما رجعت يا شيخ، يا ريتني ما رجعت يا اخويا. عمر ما تقولش كده بعد الشر عنك. طبعا انت عارف لما الدكتور قال لنا نسيبك هنا طول الليل تحت الملاحظه كلهم روحوا الا انا. اصريت افضل معاك، سهرت جنبك طول الليل. تسلمي يا خالتي. اتريق. دخل الخمسة بابتسامة تجاهله عاصم خالص. فقال محمود: سلامتك يا ابو نسب. فكمل محمد: الف سلام عليك يا غالي. لما انا يا اخويا غالي عملته فيا كل ده ليه؟ امال لو كنت رخيص كنت عملته فيا ايه تاني؟ فقال هيثم: تقول حاجه يا ابو نسب؟ بقول انت اتاخرت ليه يا اخويا عقبال ما جبت البطانيه؟ معلش بقى يا ابو نسب، الدولاب كان معاصلك بس جبتها وحطيت على جثتك، قصدي لفيناك بيها قبل ما نجيبك المستشفى. اصيل يا ابو رحاب. فكمل هاشم: ايه يا ابو نسب، انت هتعمل فيها عيان ولا ايه؟ الدكتور طمنا عليك يا راجل وقال كل اللي عندك شويه ديدان وبس. ديدان وبس؟ ايوه هو ديدان وبس. لا ده انا قوم بقى. ده ايه الدلع ده؟ فقال محمود: ايوه يا ابو نسب قوم كده، خلينا نرجع البيت بقى ونستعد عشان نستقبل بابا وهمس، اصلهم هيوصلوا بعد كام ساعه. لا طبعا انا هقوم استقبل حماية ومراتي بنفسي. فاستغرب علي: مراتك؟ باعتبار ما سوف يكون يعني، اصلا انا نويت اخلاق قرايه فاتحه وخطوبه وكاتب كتاب وفرح في نفس اليوم. نختصر بقى الموضوع، هكلم والدكم النهارده في الموضوع ده. فرد محمود: ومالك مستعجل كده ليه؟ انت زهقت مننا ولا حاجه؟ إيه ابدا حد يزهق من اخواته خالص، مستحيل. انا بس مستعجل عشان عايز ابقى فرد من عيلتكم بشكل رسمي، وساعتها هولع في جدتكم كلكم. بتقول ايه؟ بقول مش هسيب بيتكم، هفضل لازق لكم على طول. ده انا حتى بفكر اخدكم معانا شهر العسل. فقال هيثم: فكره حلوه برضو. كمل هاشم: وعشان حنيتك دي وحبك الفظيع ده احنا عاملين ليك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ هي المفاجأة تتشاف؟ لا طبعا لازم تتفاجئ بيها. تعالى معانا. وهنا راح عمر معاهم واتصدم: ايه ده؟ فرد محمود: سلامة الشوف يا ابو نسب، دي طيارة هليكوبتر. وجايبيني هنا ليه؟ عشان اصلحها مش كده؟ لا، مفاجأة حلوة قوي. فرد محمد: لا طبعا يا ابو ناسب، تصلحها ايه؟ احنا جايبينك هنا عشان تركبها، عايزين نطير بيها، وربنا انا ما طيار ولا اعرف حتى بتشتغل ازاي ولا عندي معلومة ديت خالص، ولو همسة حابة تركب طيارة هبقى اطلب واحدة ايجار. فرد هيثم: لا طبعا يا ابو ناسب. ايه مش عايزين ايجار؟ إيه اشتري طيارة خاصة يعني؟ فكمل هاشم: لا احنا مش قصدنا كده، احنا جايبينك هنا عشان نركب الطيارة سوا، والطيار موجود اهو. طب بعد ما نركبها؟ فرد علي: هننط منها. هتنتحروا؟ طب ليه تكلفوا نفسكم طيارات وبهدلة وتطلعوا وتنطوا؟ طب ما ممكن تقطعوا شرايينكم في البيت عادي. انا ليا دكتور صيدلي صاحبي هجيب لكم منه مادة مضمونة، 5 دقايق وتنقلبوا على طول. فرد محمود: ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، لا اله الا الله، انت عايزنا نموت كفار؟ فرد عمر: لا يا واد وانت مؤمن قوي. فرد محمد: احنا جايين هنا عشان ننط بالباراشوت من الطياره. وننط بالباراشوت من الطياره ليه؟ هو احنا في الجيش؟ فرد هيثم: دي رياضه واحنا على طول بنعملها. طب ربنا يقويكم ويعينكم، نطوا انتوا بقى وانا هشجعكم تشجيع جامد ولا في المكركر.
فيلم ايه يا اخويا؟ كركر؟ ايوه، لما محمد سعد قال برافو حلوه النطه دي، فرد عليه عسل يا مناسبة عسل، يلا بينا بقى، يلا عشان تطلع معانا بقى وتنط. اصل الرياضه دي بالذات همس بتعشقها، كانت بتنط معانا على طول. افرض بقى في شهر العسل حبت تجرب وتنط وقالت لك يلا نط، هتعمل ايه؟ هنط في كرشكم على طول. فرد محمود بتقول ايه؟ انا بقول. فكمل محمد بعدين يلا 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 نطلع يلا. طلعوا كلهم الطياره، والطياره حلقت لفوق ولبسوا الهدوم المناسبه بالباراشوتات. فمحمود قال هننط على حسب العمر، يلا يا علي نط، وابو نسب ينط وراك على طول، وزي ما انتوا عارفين تفتحوا الباراشوت على طول. فقال عمر لا احنا نخليها ترتيب تنازلي احسن، ونبدا بالكبير الاول، اتفضل. فرد محمود ماشي ما فيش مشكله. نط محمود ورا محمد، وبعد كده هيثم ورا هاشم. جه دور عاصم. خلي بالك بقى من بقيتك يا عمر. بقيتي؟ طبعا، اما انت بقيت حتت وبعدين شويه هتبقى قطع. حبيبي الله يطول في عمرك، ربنا يطمنك، يلا غور في داهيه. نط عاصم وبقى عمر وعلي. فقال علي يلا يا مناسب، يلا يا غالي نط. الاخير ربه كريم، وانا ببقى احب الاخير. نط انت الاول، وربنا ما يحصل تكبر مني ابدا، ده انا عيل بس متنكر. يلا يا مناسب، يلا يلا نط. ده اتزنقت، عايز اروح الحمام. لما تنزل ابقى اروح، مفيش حمام هنا. طب عايز اشرب ريق ناشف. هنا عمر ابتدى يفتح باب الطياره. لما تنزل ابقى اشرب، يلا يلا نط. طب نط انت وانا افدلك على طول. ابتدى ساعتها علي يزق عمر. نط بقى، دي سهله خالص. زق عمر من الطياره واتكعبل في الحبل وابتدى يصرخ يا ابسطي يا خرابي، هو قال الباراشوت قال فاتحه يا اختي، مش بيفتح ليه يا لهوي، قربت من الارض، قربت. نروح عند حسن اللي كان بياكل فشار. وبعدين بقى ايه اللي حصل؟ هو انت ليه محسسني اني بحكي لك فيلم او مسلسل؟ فيلم ايه ومسلسل ايه؟ ده مشوق اكتر، ده فيه اثاره بشكل. قولي بقى ايه اللي حصل؟ وقعت على ارض عجل جاموسي، ودي اخر حاجه فاكرها، وبقالي شهرين هنا في المستشفى. المفروض افك الجبس النهارده. ايوه فعلا، بس هو ليه ما حدش فيهم سأل عليك من يومها؟ سأل عليا ايه؟ ده كل يوم بيجوا هنا يغلسوا عليا وعايزين يسموني. هو انت بقى فيك حته سليمه ما يحلوا عنك بقى؟ اصل انت مش فاهم، اصلهم هيطقوا. اصل عاصم حكى لهمس كل حاجه، وهي فضلت تعيط كتير قوي عشاني. فضلت تحاول مع ابوها لحد ما اقتنع بالخطوبه، والحمد لله لبسنا الدبل هنا من شهر. كل ده عشان تلبس دبله؟ امال يوم الفرح هيحصل فيك ايه؟ سيبك انت، مش مهم، المهم اللي عملته علشاني. وكمان انا حاسس ان حماية بدأ يحبني. اصل عاصم قال لي انه بهدلهم جامد على اللي عملوه فيا، وقال لهم انهم حتى لو رافضين مش من حقهم يعملوا فيا كل ده، وانه كان غلطان لما طوعهم في الرفض، وانهم كانوا انانيين لما فكروا يتصرفوا من دماغهم ويتدخلوا في حياة همس بالشكل ده. حماية حبيبي شكله حبني واقتنع بيا. طيب انبسط بقى يا عم، حماك بقى يحبك. انبسط ايه؟ ده كل ما يجوا هنا يزوروني احس ان هم عايزين يولعوا فيا، مش عارف اعمل ايه. انا خايف اول ما اطلع من المستشفى الاقيهم محضرين ليا حزام ناسف. يا عم انت مكبر الموضوع بدون داعي، هما بس متعلقين باختهم شويه وهيتعودوا زي ما والدها لما حس انها بتحبك وانت اتحملت قد ايه علشانها. راجع نفسه، حسوا قد ايه ان هو كان اناني وانه ما ينفعش يتحكم في حياه بنته بالشكل ده. دخل الست الاوضه، وهنا حس عمر بالخوف فمسك في ايد حسن. ازيك يا ابو نسب؟ الحمد لله بخير، انتوا اخباركم بيه؟ فرد محمد الحمد لله. قال هيثم عمر احنا كمل هاشم كنا عايزين نتكلم معاك في موضوع خاص. فرد حسن طيب امشي انا بقى. تمشي؟ يا الطلاق من هبس قبل ما اتجوز اهو، انا حلفت والله العظيم ما انت ماشي. يا عم بيقولك موضوع خاص يعني يخصكم، مش انت صاحبي وتخصني واللي يخصني يخصك، يبقى انت مخصوص في الخاص. ايه يا حبيبي مالك يا عمر؟ انت بتخرف ولا في حد ضربك على مركز النطق فالشريط سف؟ بقولك ايه، طلع لسانك كده واضربه مرتين كده ورجعه تاني هيشتغل كويس. بعد اذنكم يا جماعه. خرج حسن وقرب الستة منه. فقال محمود عمر احنا جايين عشان نعتذر منك على كل اللي احنا عملناه فيك، لاننا كمل محمد لاننا فعلا كنا واقحين جدا معاك. قال هيثم
وضايقناك كتير قوي. فقال هاشم: وانت اتحملت غلستنا ورزلتنا كتير قوي. قال علي: بس ده غصب عننا، احنا من صغرنا مرتبطين ببعض، مرتبطين جامد جدا بهمس. محدش فينا كان متقبل فكرة ان حد يبعدها عننا، عشان كده عملنا كل ده. فقال عمر: طيب وايه اللي غير الاوضاع دي دلوقتي؟ فقال محمود: انت اللي غيرتها يا عمر. واحد غيرك كان قال انا ايه اللي يبهدلني كده، وكان ينسحب زي اللي قبله او بعد كل اللي شافه مننا. فكمل محمد: كنت هتلاقي مليون عروسه لانك انسان كويس وناجح ومن عيله. فقال هيثم: صحيح مستحيل تلاقي حد زي همس، بس اكيد كنت هتلاقي انسانه كويسه. قال هاشم: بس انت ما عملتش كده، فضلت متحمل كل ده عشان خاطر همس. انتم غلطانين، انا ما اتحملتش بس عشان خاطر همس، انا اتحملت لاني كنت حابب اكون معاكم زي ما حبيت عاصم واتعلقت بيه واعتبرته اخ، حبيتكم انتوا كمان. فرد محمود: بعد كل اللي احنا عملناه فيك ده؟ ايوه، لاني حبيت اتحادكم سوا، حبكم لبعض والهمس والوالدكم ده شيء نادر، انا طول عمري محروم منه لانه للاسف انا ماليش اي اخوات. فقال محمد: زي ما اعتبرت عاصم اخوك احنا كمان اخواتك، يعني خلاص موافقين على الجواز؟ فرد الخمسه: موافقين. قال عمر: طيب ايه بقى، ما حد يكلم الحاج يجيب همس والمأذون ونكتب الكتاب. فرد عاصم: يا عمي طب فك الجبس الاول بدل منظرك ده. بعد شهر في فرح عمر وهمس اخيرا. قال عمر: الله، ده عمي وعمتي وصلوا اهو، تعالي بقى اعرفك بيهم يا همس انت وبقيه العيله. فقال نادر: كده يا عمر تنسانا وتسيب اسكندريه وما تسالش. فردت ناديه: يا ابني حتى لو والدك ووالدتك اتوفوا احنا موجودين. ربنا يديمكم ليا يا عمتي، معلش بقى حقكم عليا، انا فعلا غلطت وباذن الله راجع اسكندريه هكون وسطيكم من تاني. اعرفكم بقى، دي همس عروستي، وده والدها الباشمهندس احمد، ودول اخواتها محمود ومحمد وهيثم وهاشم وعلي وعاصم. فرد نادر: اهلا وسهلا، فرصه سعيده. فرد عمر: وده عمي الكبير المهندس نادر، ودي عمتي الصغيره الدكتوره ناديه، ودول بنات عمي رنا وهنا وجانا، دول بنات عمتي بقى فرحه وفاطمه وفيروز. بعد مدة خلص الفرح، كان عمر هياخد همس ويمشي بس وقفوا اخواتها. بقولك يا عمر، هي بنات عمك متجوزين ولا مخطوبين؟ فكمل عاصم: ولا بنات عمتك؟ لا لسه، ده اكبر واحدة فيهم 26 سنة والصغيرة لسه تقريبا في ثالثة جامعة. فقال محمد: طب يعني احنا كنا حابين نناسبك ونقوي كده علاقتنا ونتجوزهم. يا سلام يا غالي، والطلب رخيص، بعد شهر العسل نبقى نتكلم. انا مستحيل اعمل فيكم زي اللي انتوا عملتوه، بس لحد ما ارجع من شهر العسل الفيلا بتاعتي في اسكندريه على المحاره عايزها تتشطب لحد ما ارجع، ومش صنايعيه، لا انتوا اللي تعملوا الشغل بايديكم. وهنا همست له همس: شكلك ناوي ترد اللي اتعمل فيك. انا خالص، انا مش هرد اللي عملوه، لا انا هعمل فيهم الاسوأ. ولحد هنا قصتنا خلصت، استنونا في قصة جديدة. واللي وصل بينا لآخر الحلقة يا مشترك القناة ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.